بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى شوية رز صيادية يستاهلوا بقكم مع السمك المشوي أو المقلي الجميل. معانا حلة على النار فيها كمية زيت محترمة، بلاش سمنة، خليها زيت عشان يبقى الرز مفلفل معاكي. ومعانا بصلتين متقطعين بالشكل اللي انت شايفاه ده، ننزل بيهم على النار على طول في الزيت، نشوحهم مع بعض لحد ما نحرقهم، بمعنى أصح ما تنخضش من الكل، لأن رز الصيادية أحلى لون توصلي له بالحرق البصل بالطريقة اللي أنا هقولك عليها دي. تحطيه وإيدك فيه على طول. أول حاجة يبدأ يدبل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. تاني مرحلة يبقى باللون ده. تالت مرحلة يغير للون اللي انت شايفاه ده. ما تخافيش، جمدي قلبك وتنك ايه، احرقي فيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، ايدك فيه على طول وتنك ايه قلبي، ما تخافيش مش هيمرر. تنك قلبي فيه لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه ده. معانا بصل بودر، كمون، كركم. 3 مكونات دول لازم تحطيهم على البصل على طول بعد ما يبقى باللون ده. ومعانا بصلة طماطماية مقطعة او تضربيها في الكب. انا هضربها في الكب وانزل بيها على طول على البصل في الوقت اللي انت شايفاه ده. بعد ما اشوحه شوية انزل بيها واشوح الطماطمية المبشورة دي مع البصل والبهارات بتاعتنا كويس قوي، واكون منقية الرز وغسلاه حلو قوي، وانزل بيه على طول على الخليط اللي انا عملته على النار ده. ده سر لون الصيادية بتاعتنا يا بنات. لو وصلت معايا لحد هنا اشتركي معايا في القناة وفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وحطي لي اللايك عشان يعلي الفيديو معايا. هنا ننزل بأحلى كمية مية على الخليط بتاعنا. كل كوباية رز لها كوباية مية، عايري كده علشان خاطر الرز يطلع مفلفل معاكي وجميل وما يعجنش منك. كل كوباية رز لها كوباية مية، أو على حسب نوع الرز بتاعك. ننزل بمعلقة ملح. هنا المية الشوربة غلت معانا، ننزل بالرز بتاعنا اللي احنا غسلينه بكل الكمية ونقلبها كويس قوي. نشوف شربتنا ظابطة كده معاها ولا هتحتاج كمان شوية. لقينا شربتنا ظابطة معاها تمام التمام. هنغطي عليها ونعلي عليها النار في المرحلة دي دقيقتين 2 بس تغلي، نهدي النار عشان ما ينحرقش مننا. يبدأ يتشرب معانا بالشكل ده، نكون احنا مهدين النار خالص. تمام يا حبيبتي. قلبه تقليبة كده ونحضر معانا كيس من اللي هو النايلون اللي هو بتاع اللبن ده، نفتحه ونحطه ايه على نكتم بيه الرز على وش الحلة بتاعتنا عشان خاطر يستوي معانا كويس ويطلع مفلفل وجميل. الطريقة دي للبنات اللي هي لسه بتتعلم، لو انت محترفة فيه ما تحطيش الكيس، بس انا حبيت احطه عشان خاطر ابقى اوري البنات اللي لسه بتتعلم. شوفي رزنا جميل ازاي، ما شاء الله اخد اللون اللي انا عايزاه وطعمه حكاية يا بنات والله، ومفلفل ومستوي جميل، حاجة تحفة. حاجة كده فوق الخيال. عايزة بس جنبها صينية سمك ولا سمك مقلي وبالهنا والشفا.
شوفي رزنا شكله ايه. تعالي بقى نغرفه مع بعض. شوفي مفلفل وما شاء الله حبة من حبة، ينبدر كده بايديكي اهو، وبيلمع وجميل. ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتحطي لي اللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ده الرز الصيادية على أصوله، مفلفل وخطير ويستاهل بقكم. ولو احتجتي مني أي حاجة اكتبيلي في الكومنتات، ويا رب تكوني استفدت من الفيديو بتاعي ولو بأي معلومة بسيطة جدا. وما تنسيش تدعميني عشان ربنا يكرمني وقناتي تكبر بيك. ادي رزنا مفلفل اهو وبيلمع وحبة من حبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.